ما بعرف شو أحكي. أضحك ولا أبكي؟ رسالة للعرب، للأمة الإسلامية. يمكن تكون آخر رسالة لإلي، يمكن ما تسمعوا صوتي بعد هيك. أرسلتم لنا سدادات أذنين حتى لا نسمع صوت القصف والصواريخ، وكأن المشكلة في الصوت لا في الموت، وكأن كل ما نخافه صوت الصواريخ. ليس فقد الأحبة وليس الركام الذي فوق صدورنا. تظنون أن الألم والوجع يسكت بسدادات أذنين؟ كنا ننتظر منكم الدواء فأرسلتم الأكفان. كنا ننتظر الجيوش فالتزمتم الصمت. كنا ننتظر السند فأهديتمونا الخذلان. كنا ننتظر إنقاذ ما تبقى من غزة فأرسلتم السدادات، ولكن اعلموا أن لا شيء يغلق آذاننا عن صرخة الحرية. لا شيء يغلق قلوبنا عن حب أرضنا. وسنبقى رغم الحرب أحياء، ورغم خيانتكم أقوياء، ولن يسامحكم أمام رب الأبرياء. وحسبي الله ونعم الوكيل. ما بعرف شو أحكي. أضحك ولا أبكي؟ رسالة للعرب، للأمة الإسلامية. يمكن تكون آخر رسالة لإلي، يمكن ما تسمعوا صوتي بعد هيك. أرسلتم لنا سدادات أذنين حتى لا نسمع صوت القصف والصواريخ، وكأن المشكلة في الصوت لا في الموت، وكأن كل ما نخافه صوت الصواريخ. ليس فقد الأحبة وليس الركام الذي فوق صدورنا. تظنون أن الألم والوجع يسكت بسدادات أذنين؟ كنا ننتظر منكم الدواء فأرسلتم الأكفان. كنا ننتظر الجيوش فالتزمتم الصمت. كنا ننتظر السند فأهديتمونا الخذلان. كنا ننتظر إنقاذ ما تبقى من غزة فأرسلتم السدادات، ولكن اعلموا أن لا شيء يغلق آذاننا عن صرخة الحرية. لا شيء يغلق قلوبنا عن حب أرضنا. وسنبقى رغم الحرب أحياء، ورغم خيانتكم أقوياء، ولن يسامحكم أمام رب الأبرياء. وحسبي الله ونعم الوكيل.